السؤال اللي دايما بيتسأل ازاي نعمل حوض شكله طبيعي، بس الحقيقة ان السؤال الصح مش كده. السؤال الصح هو ازاي نفكر قبل ما نعمل الحوض. خلينا اسألكم سؤال قبل ما نبدأ. هل الاكواريوم بيتعمل بالصدفة ولا بيتعمل بتفكير؟ كتير من الناس لما تيجي تعمل حوض نباتات اول حاجة تفكر فيها هي النباتات او شكل الخشب، لكن الحقيقة الموضوع بيبدأ قبل كده بكتير. بيبدأ بفكرة. الحوض اللي قدامكم ده قبل ما يتحط فيه ولا قطعة خشب ولا حتى حبة تربة، كان مجرد فكرة في دماغي. أنا كنت بفكر لو حد دخل المكان ده وبص للحوض لأول مرة هيحس بإيه؟ هل هيحس بهدوء؟ هل هيحس إن في منظر طبيعي قدامه؟ ولا مجرد حوض سمك وخلاص؟ الفرق بين الاتنين كبير جدا، لأن الأكواريوم الناجح مش بس نباتات وخشب. الأكواريوم الناجح هو مشهد طبيعي متكامل. الحوض ده مقاسه 90 في 45 في 45، ومركب له صنب عشان الفلترة تبقى قوية وتديله استقرار للحوض. المقاس ده بصراحة من المقاسات الجميلة جدا في أحواض النباتات، لأنه بيديك مساحة كفاية إنك تعمل تصميم واضح، وفي نفس الوقت الحوض ما يبقاش ضخم أو صعب التحكم فيه. لكن برضه في تحدي، لأن المساحة هنا لازم تتقسم صح. يعني لازم تفكر فين نقطة التركيز، وفين الحركة، وفين الفراغ، عشان اللي هيبص للحوض عينه تتحرك جوه المشهد بشكل طبيعي. وأنا بفكر في الحوض ده كان هدفي حاجة واحدة بس: إزاي نخلي المشهد جوه الحوض يبان طبيعي وكأنه جزء من الطبيعة، مش مجرد خشب متحط ونباتات مزروعة حوالين بعض، لكن كأنك بتبص على قطعة صغيرة من غابة تحت المية. وعشان نعمل كده لازم كل التفاصيل تتحسب: مكان الخشب، ارتفاع التربة، وأماكن النباتات. كل ده بيكون جزء من الصورة الكبيرة. لكن قبل كل ده، في حاجة أنا دايما بعملها: باقعد قدام الحوض فاضي شوية، أبص له كده وأحاول أتخيل المشهد بعد ما يخلص. الخشب هيبقى فين؟ النباتات هتطلع منين؟ والعين هتتحرك إزاي جوه الحوض؟ لأن التصميم الحقيقي بيبدأ في الخيال قبل ما يبدأ في التنفيذ. والنهاردة هوريكم خطوة بخطوة إزاي الحوض ده اتعمل، وإزاي فكرة بسيطة ممكن تتحول في الآخر لقطعة طبيعية كاملة جوه البيت. في اللحظة دي الحوض بيكون فاضي تماما، لا تربة ولا خشب ولا نباتات، مجرد صندوق إزاز. لكن الغريب إن في اللحظة دي من أهم اللحظات في أي تصميم أكواريوم، لأن كل حاجة لسه ممكن تتغير. أنا دايما بحب اللحظة دي. بقعد قدام الحوض شوية وأبص له كده في هدوء، وأبدأ أتخيل لو المشهد ده كان في الطبيعة كان هيبقى عامل إزاي. هل هيبقى زي ضفة نهر، ولا جذور شجرة واقعة في المية، ولا غابة صغيرة تحت المية؟ كل تصميم بيبدأ من السؤال ده. الحوض اللي قدامنا ده مقاسه 90 في 45 في 45، والمقاس ده بيدينا مساحة حلوة إننا نخلق حركة في المشهد. لكن المشكلة دايما مش في المساحة، المشكلة في إزاي تستخدم المساحة دي. لأنك ممكن يكون عندك حوض كبير ويطلع تصميم عادي جدا، ممكن يكون عندك حوض أصغر ويطلع المشهد فيه حياة أكتر بكتير. وعشان كده أول حاجة بفكر فيها مش النباتات، لكن الهيكل الأساسي للمشهد اللي هو السكيب. السكيب ببساطة هو العظم بتاع التصميم، زي الهيكل العظمي في جسم الإنسان كده. لو الهيكل صح كل حاجة بعد كده بتبقى أسهل، لكن لو بدأتها غلط، حتى لو حطيت أجمل نباتات في العالم، الحوض مش هيطلع بالشكل اللي في دماغك. عشان كده في المرحلة دي أنا ما بستعجلش خالص. ببدأ أجيب قطع الخشب وأحطها جوه الحوض، مرة كده ومرة كده، وأفضل أغير مكانها. وأحيانا الحركة بتكون صغيرة جدا جدا جدا، سنتي واحد بس، لكن الحركة الصغيرة دي ممكن تغير شكل المشهد كله، وده بجد. وفي اللحظة اللي بتبدأ تحس فيها إن الخشب بقى طبيعي جوه الحوض، مش محطوط غصب، هنا هتعرف إنك بدأت توصل للشكل الصح. الهدف في الآخر إن اللي يبص للحوض ما يحسش إن في حد رتب الخشب، لكن يحس إن الطبيعة هي اللي عملت كده. بعد شوية تجربة وتغيير أماكن قطع الخشب بيجي وقت مهم جدا في التصميم، الوقت اللي لازم تختار فيه مين بطل المشهد. في أي أكواريوم ناجح لازم يكون في عنصر واحد هو اللي ماسك التصميم كله. ممكن يكون حجر، ممكن يكون جدر. وفي الحوض ده كان واضح إن الخشب هو بطل المشهد. وأول ما بدأت أحط قطع الخشب جوه الحوض كنت بدور على قطعة معينة، قطعة تكون فيها حركة وفيها فروع وتقدر تبني عليها باقي التصميم، لأن قطع الخشب الرئيسية هي اللي بتحدد اتجاه الحوض كله. هل الحركة هتكون يمين ولا شمال؟ هل المشهد هيبقى هادي ولا فيه حركة أكتر؟ كل ده بيتحدد من أول قطعة خشب.
ولما لقيت القطعة المناسبة حطيتها في الحوض. وبصراحة هي دايما لحظة جميلة، لأن فجأة الحوض الفاضي بيبدأ يبقى عنده شخصية. الخشب بيبدأ يدي إحساس إن في قصة، كأنها جذور شجرة قديمة واقعة في المية من سنين. ومن هنا باقي التصميم كله بيبدأ يتبني حوالين القطعة دي. الفروع الصغيرة والخشب اللي حواليها كلهم دورهم بس إنهم يدعموا المشهد الأساسي. لكن المهم جدا في المرحلة دي إنك ما تكدسش الحوض. كتير من الناس أول لما تلاقي خشب حلو تحب تحط قطع كتير، لكن الحقيقة إن البساطة أحيانا بتكون أقوى بكتير. قطعة واحدة قوية ممكن تعمل المشهد كامل. بعد ما اخترنا قطعة الخشب الرئيسية بيجي الجزء اللي بيبان بسيط، لكن في الحقيقة هو أصعب مرحلة في التصميم، وهو ترتيب باقي الفروع حوالين القطعة الأساسية. في المرحلة دي أنا ما بفكرش في الحوض كأكواريوم، أنا باحاول أفكّر فيه كإنه جزء من الطبيعة. يعني لو الجذور دي كانت لشجرة حقيقية كانت هتبقى عاملة إزاي؟ هل الفروع كلّها ماشية في اتجاه واحد والّا في حركة طبيعية؟ الطبيعة دايمًا فيها حاجة مشتركة، إنها مش مثالية، ما فيش خط مستقيم، ما فيش ترتيب محسوب بالمسطرة. عشان كده وأنا بارتّب الفروع باحاول أخلّي الحركة تبان طبيعية، فرع طالع لفوق شوية، واحد مايل، واحد كإنه طالع من تحت التربة. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتدّي التصميم حياة. في اللحظة دي بابدأ أبعد خطوة لورا، وأبُص للحوض من بعيد. الحركة دي مهمة، لإنك لو وقفت من قريب من الحوض ممكن تشوف التفاصيل، لكن لمّا تبعد خطوة لورا هتشوف المشهد كله. ساعات كتير باكتشف إن حركة صغيرة جدًا ممكن تفرق في شكل التصميم. سنتيمتر واحد يمين أو سنتيمتر واحد شمال ممكن يغيّر إحساس المشهد بالكامل. وده اللي بيخلّي تصميم الأكواريوم ممتع جدًا، لإنك بتفضل تجرّب وتعدّل وتشوف المشهد بيتغيّر قدّامك. وفي هنا سر صغير جدًا، كتير من الناس ما بتاخدش بالها منه في تصميم الأكواريوم، هو الطبيعة. دايمًا في اتجاه للحركة، يعني لمّا تبُص على جذور الشجرة في الغابة غالبًا هتلاقي الفروع ماشية في اتجاه معيّن. الحركة دي بتخلّي العين تمشي مع التصميم. عشان كده في الحوض ده كنت باحاول أخلّي حركة الخشب ماشية في اتجاه واحد، وما تكونش عشوائية، لكن في نفس الوقت يبان طبيعي، لأن الهدف في الآخر إن اللي يبُص للحوض يحس إنه بيبُص على مشهد طبيعي مش تصميم معمول بإيد إنسان. بعد ما الإسكيب استقر مكانه وبقينا تقريبًا عارفين شكل المشهد هيبقى عامل إزاي، بييجي وقت خطوة مهمة جدًا وهي التربة. كتير من الناس بتفكر إن التربة مجرد حاجة بتتزرع فيها النباتات وخلاص، لكن الحقيقة إن التربة في الأكواريوم زي الأرض في الطبيعة، هي اللي بتحدد شكل التضاريس. هل الأرض هتبقى مسطحة والّا فيها ارتفاعات؟ وفيها عمق والّا لأ؟ وفي الحوض ده ما كناش عايزين الأرض تبقى مستوى واحد، لأن الطبيعة عمرها ما بتكون كده. عشان كده بدأنا نشكل التربة بطريقة تدي إحساس بالعمق. رفعنا التربة شوية في الخلف وسيبنا الأمام أقل. الحركة البسيطة دي بتدي حاجة مهمة جدًا، بتخلي الحوض يبان أعمق وأكبر من حجمه الحقيقي. وده سر صغير لكن بيعمل فرق كبير في التصميم. وأثناء ما كنا بنضيف التربة كنا بنحاول نحافظ على حاجة مهمة، إن السكيب يفضل ثابت، لأن حركة صغيرة في الخشب ممكن تغير المشهد كله. عشان كده كنا بنشتغل بهدوء، شوية تربة هنا وشوية تعديل هناك لحد ما الأرض بدأت تاخد شكلها. وفي اللحظة دي بتبتدي تشوف الحوض بشكل مختلف. الخشب بقى ثابت والأرضية اتشكلت والمشهد كله بقى واضح. حتى قبل ما نحط النباتات تقدر تتخيل شكل الحوض بعد ما يكبر. وده من أجمل اللحظات في تصميم الأكواريوم، اللحظة اللي الفكرة بتبدأ تتحول لحقيقة قدامك. بعد ما السكيب استقر والتربة اتشكلت بالشكل اللي احنا عايزينه وصلنا للمرحلة اللي بتبدأ تضيف الحياة للحوض، وهي زراعة النباتات. المرحلة دي ناس كتير بتفكر إنها سهلة، لكن الحقيقة إن توزيع النباتات ليه دور كبير جدا في نجاح التصميم. النباتات مش بس عشان تملى الفراغ لكن عشان تكمل المشهد. يعني مثلا في أماكن قريبة من الخشب بنحاول نزرعها بنباتات قصيرة أو متوسطة علشان تبان إنها طالعة طبيعي من حوالين الجذور. أما الخلفية بنستخدم فيها نباتات أطول شوية عشان تدي إحساس إن المشهد ممتد كبير جدا لورا. الحركة دي بتدي عمق للحوض وبتخلي العين تتحرك في المشهد بسهولة. وأثناء الزراعة كنا بنشتغل بهدوء جدًا، كل نبتة ليها مكان، ومع كل نبتة بتتحط المشهد كأنه بيتغير شوية بشوية. الحوض اللي كان من شوية مجرد خشب وتربة بدأ يتحول لمنظر طبيعي حقيقي. وبعد ما خلصنا زراعة النباتات جت اللحظة اللي دايمًا بنستناها، وهي ملء الحوض بالمية لأول مرة. اللحظة دي دايمًا مميزة لإنك بتشوف الحوض وهو بيتحول قدامك، لكن لازم نكون حذرين، لأن لو المَيّة دخلت بسرعة ممكن تحرك التربة
أو تطلع النباتات من مكانها. عشان كده بنملى الحوض لأول مرة بهدوء جدا، وشوية بشوية المية ابتدت تعلى والمشهد بدأ يتغير، والخشب بقى تحت المية، النباتات بدأت تتحرك، والحوض كله بدأ ياخد روحه. وبعد ما الحوض اتملى بدأنا نشغل النظام، الفلترة ابتدت تتحرك والمية ابتدت تدور في الحوض، وفجأة المشهد كله اتغير، الألوان النباتات ظهرت والخشب بقى واضح بتفاصيله. في اللحظة دي تحس إن الحوض بدأ يعيش. بعد ما الحوض اتملى بالمية والفلترة ابتدت تشتغل والإضاءة اشتغلت وناس كتير بتفكر إن كده خلاص الحوض خلص، لكن الحقيقة الحوض لسه بيبدأ. أول أسبوع في أي أكواريوم بيكون أهم أسبوع، إن الحوض في الفترة دي بيبدأ يدخل في مرحلة اسمها الاستقرار. إيه اللي بيحصل في المرحلة دي؟ البكتيريا النافعة بتبدأ تتكون في الفلترة، ودي بنضيفها بشكل منفصل خارجيا، والبكتيريا دي بتبدأ تنتشر وتتكاثر بعد كده في الفلتر، والبكتيريا دي هي المسؤولة عن تنقية المية، وفي نفس الوقت النباتات اللي زرعناها بتبدأ تتأقلم مع البيئة الجديدة. وأحيانا في أول أسبوع ممكن نلاحظ حاجة تقلق الناس شوية، زي مثلا إن بعض الأوراق ممكن تضعف أو تدبل، لكن الحقيقة إن ده طبيعي جدا، لأن النباتات بتتكون لسه تتعود على المية والإضاءة الجديدة. بعد شوية النباتات تبدأ تطلع ورق جديد، وساعتها هتعرف إن الحوض ماشي في الطريق الصح. في المرحلة دي أهم حاجة نعملها إننا ما نتدخلش كتير، يعني نسيب الحوض ياخد وقته، نراقب بس، نتأكد إن الفلترة شغالة كويس وإن الإضاءة مظبوطة وإن المية مستقرة، لأن الأكواريوم في الآخر نظام بيئي صغير، كل نظام بيئي محتاج وقت عشان يستقر. الحوض اللي بدأناه النهاردة كان مجرد صندوق إزاز فاضي، لكن خطوة بخطوة بدأ يتحول لمشهد طبيعي، خشب، تربة، نباتات ومية، ومع الوقت المشهد ده هيكبر، النباتات دي هتمتد، والحوض كله هيتغير. وده أجمل شيء في الأكواريوم، إنك بتشوف الطبيعة وهي بتتكون قدامك. ولو حابين نرجع نزور الحوض ده بعد فترة ونشوف وصل لفين قولولي في الكومنتات ونعمل فيديو متابعة. وقبل ما نقفل الفيديو خليني أقول لكم شوية نصايح مهمة جدا من تجربتي مع الأحواض النباتية. أول نصيحة، ما تستعجلش النتيجة، الأكواريوم مش حاجة بتتحسن في يوم أو اتنين، النباتات محتاجة وقت تكبر، والحوض محتاج وقت يستقر، الصبر هنا جزء من نجاح الحوض. النصيحة التانية، خلي التصميم بسيط، كتير من الناس بتحاول تحط كل حاجة في الحوض مرة واحدة، خشب كتير نباتات كتير، لكن الحقيقة إن البساطة بتخلي المشهد يبقى أجمل بكتير. النصيحة التالتة، اهتم بالتأسيس، لو التربة كويسة والفلترة مظبوطة والإضاءة مناسبة الحوض هيكمل معاك بسهولة بعد كده، لكن لو البداية كانت غلط هتفضل تصلح مشاكل بعد كده. النصيحة الرابعة، راقب الحوض دايما، الأكواريوم بيكلمك، النباتات بتقولك لو في مشكلة، لو اللون اتغير، لو النمو وقف، دي كلها إشارات لازم تلاحظها. في الآخر الأكواريوم مش مجرد ديكور، الأكواريوم تجربة، كل حوض بتعمله تتعلم منه حاجة جديدة. ولو حابين تشوفوا تطور الحوض ده بعد ما النباتات تكبر تابعوني عشان نشوف سوا الحوض ده هيبقى عامل ازاي بعد شوية وقت. الأكواريوم ده لسه في البداية، لكن بعد شهرين الشكل هيتغير تماما. ولو حابين نرجع نزوره مع بعض قولولي في الكومنتات. ودلوقتي قولولي رأيكم، لو الحوض ده عندكم كنتوا هتزرعوا نباتات أكتر ولا هتسيبوه بالشكل الطبيعي ده؟ ولو الفيديو ده فاتكم حاولوا تطبقوا نفس الفكرة في أحواضكم، وهتتفاجئوا قد إيه التصميم ده ممكن يفرق. وفي الآخر الأكواريوم مش مجرد حوض سمك، هو قطعة طبيعية صغيرة جوه بيتك. أنا يوسف وحيد، سلام.